انا عايزه اتكلم في نقطه واحده، اللي هي انا لو هعيد السنه، تمام، او بفكر اشيل مواد الرفع عشان اعيد السنه. بصوا، لو انا شلت مواد الرفع وهعيد السنه، لازم اذاكر واتوكل على الله اولا، واقرا يوميا الاذكار واقرا قران. تمام. بصوا، هو دايما المؤمن مبتلى على طول، يعني سبحان الله، تلاقي الناس اكثر ايمانا هم اكثر ابتلاء، تلاقي تعبانين عندهم ابتلاء، بيحصل لهم مشاكل كتير. المؤمن اكثر ابتلاء، اكتر واحد في الدنيا اللي مبتلي هو المؤمن. ففكرة انك تبتلي في حاجة في مستقبلك اللي هو في ثانوية عامة، انك تعيد السنة، فده يخليك، والله يخليك، لو مش خليك مكانش حصل ده. فالفكرة هنا انك لو شلت مواد الرأفة، الناس سألت السؤال ده كتير، وعند السنة عند السنة، يعني مثلا بدل ما تكون مثلا جايب 60، يا عم ما تعيد، يا عم جايز تجيب 80 وتخش حاجة كويسة، يا عم ما تخش تعيد وتخش تجيب، ممكن تجيب حاجة كويسة وتنجح، ايه المشكلة؟ على فكرة مهما يحصل، هو ربنا سبحانه وتعالى بيكون مكتوب انت ليك ايه. والناس اللي هتعيد السنة، انا عارفة ان هو موضوع، يعني موضوع صعب قوي، وان دي شمتان فيا ودي شمتان فيا ومامتي وبابايا زعلانين مني ومستقبلي ما عادش نافع، والحاجات دي تكون صعبة قوي، بس صدقوني وخير، والله خير. انا اعرف ناس كانوا في دفعتي، تمام، وعادوا السنة، يعني انا سبقتهم بسنة، تمام. فالفكرة يعني، ودخلوا مع التمريض، مع التمريض ده مش اي حد مش اي حد يخش. هو طبعا يعني عادي ان الانسان يخش، بس يعني فاهمين اللي هو ليه شروط معينه ولا حاجات معينه، فهو مش اي حد يخش. فالفكره ان ربنا بيعوضه، ربنا ما بيسيبش حد وما بينساش حد. بصوا، لا تدري يا الله يحدث بعد ذلك امر. عيد وحاول انك تستقيم نفسيا تاني وترجع قوي تاني نفسيا وجسديا تاني، وتذاكر من اول وجديد، وكأن مفيش حاجه. على فكره قبل كده الثانويه العامه كانوا 4 سنين، يعني لما كنت بروح درس كيمياء عند واحد، يعني كان بيقول لي ان الثانويه العامه كانوا 4 سنين، فاعتبرها انها 4 سنين، وعيد تاني وذاكر من اول وجديد. على فكره كلنا، انا اعرف بنت شالت ماده في الكليه، تمام، ودخلت سمر، وحرفيا كانت متدشمله نفسيا جدا وصحتها باظت وكل حاجه. وعلى فكره حاليا، تمام، يعني هي كانت شايله ماده بدون اي وجه، بس هي شالتها. يعني المهم، لما شالتها هي عدت فيها ونجحت فيها وجابت امتياز، والجي بي اي بتاعها عالي، تمام، بقت اعلى جي بي اي في الدفعه كلها، تمام. ولما دخلت السنه التانية، اللي هي سنه هي كانت في اولى، دخلت التانية، لقت الماده اللي هي كانت بتدرسها مقسومه لمادتين، وحرفيا جابت المادتين في امتياز، وحاليا ما شاء الله مترتبه الدفعه. فما تيقاش، عادي. كان دكتور شيماء الله يصلح حالها، كانت بتاع دكتوره الالماني، كان دايما تقول لنا إيه، عادي، هو خير، رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.